مساء الخير. اهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة واولى حلقات برنامجكم غلابوفيتش. غلابوفيتش برنامج بنتكلم فيه عن المحترفين المصريين المغمورين، سواء في اوروبا او اسيا او حتى امريكا الجنوبية والشمالية. كل حلقة في برنامجنا هنتكلم فيها عن محترف جديد. برنامجنا مش الاول من نوعه، ودي حقيقة، لكن بنوعدكم هنبقى احسنهم واكثرهم احترافية. النهاردة في اولى حلقاتنا هنتكلم عن محترف معظمكم عارفينه، وهو محمد السيد الشهير بزيزو. زيزو من مواليد 10 يناير 96، طوله 174 سنتي. بيلعب في المركز صانع ألعاب أو مركز 10، أو بالبلدي مركز عبد الله السعيد ومحمد إبراهيم. وبيقدر يلعب في مركز وينج رايت وينج ليفت. بدأ زيزو رحلة الاحتراف وهو عنده 17 سنة لما انضم النادي ليرس في سوق الانتقالات الشتوية لموسم 2013-2014. شارك في الموسم ده في 5 مباريات، أما في الموسم اللي بعده بدأت نجوميته تظهر لما شارك في 35 مباراة، سجل خلالهم هدفين وصنع 3. وبعد هبوط ليرس موسم 2015-2016 ورفض الإدارة لكل عروض الاحتراف اللي اتقدمت لزيزو، شارك في الموسم ده في 19 مباراة، سجل في خلالهم هدفين وصنع زيهم. أما في الموسم اللي بعده موسم 2016-2017 شارك زيزو مع ليرس في 22 مباراة، سجل من خلالهم هدف وصنع 5، قبل ما ينتقل لنادي ناسيونال ماديرا اللي شارك معاه في 4 مباريات الموسم ده، كان آخرهم أمام العملاق البرتغالي بورتو. أما عن المنتخب فلم يتم استدعاء زيزو في المنتخب الأول أو الأولمبي، لكنه سبق ليه ولعب في منتخب الناشئين بقيادة الكابتن علاء ميهوب مباراتين. وبكده بتكون حلقتنا خلصت، اللي بنتمنى إنها تكون عجبت حضراتكم، وتصبحوا على خير.